بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده السلام بتاع الإسلام. لما تعمقت فيه لقيت إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ده دعاء مش سلام. وعرفت على طول أنا السلام ده أنا بقوله أصلا في الصلاة، يعني السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وبعدين لما بنيجي نطلع من الصلاة بنقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كمان لما باجي اقابل حد بقى في الدنيا او اقابل ناس بروح داخل عليهم وقايل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني انا كده بدعي لهم اصلا وهم يردوا عليا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اصلا اتنين اتقابلوا دعوا لبعض الدعوة دي، خلاص مفيش اي بقى ولا شياطين انس حواليهم ولا شياطين جن حواليهم، دول طلبوا الرحمة بتاعت ربنا تنزل، تمنوا السلام لبعض، تمنوا البركة لبعض. بس السلام ده مش السلام عليكم، يعني السريع ده اللي هو بيتاكل ده هو ما بسمعش غيره دلوقتي السلام عليكم. لا، السلام ده كواليتي، السلام ده كواليتي اصلا، يعني ليفل تاني. لما قعدت فكرت في كده ده ليفل تاني. انت ده تعامل مختلف. انا داخل على الناس بتمنى لهم السلام وبطلب لهم الرحمة وبطلب لهم البركة. فطبعا انا كده بتحصن وبحصنهم وبحصن العلاقة. it's very protective يعني. بلس ان انت ده حاجة انت بتطلب المعونة الإلهية والرحمة الإلهية، واللي هتبقى موجودة في المكان اللي انت فيه ده مع الناس اللي انت بتتعامل معاهم دي. طب انت متخيل العلاقات هتبقى عاملة ازاي؟ بس طبعا لازم السلام يكون طالع من القلب، يعني لازم يكون طالع من القلب والنية بتاعته كده، عشان كده احنا بناخد ثواب عليه. فأتمنى لكم يوم جميل ومليء بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.